السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم عن الدوري الانجليزي واللي حصل في الجوله 18 و 19. الجوله 18 طبعا فوز ليفربول 2-1 على ليستر سيتي، وليستر سيتي كانت كسبانه، وليفربول رجع في الشوط الثاني بهدفين ليستر سيتي سجلوهم في نفسهم، وليفربول فلت بالنتيجه وخلع. الماتش اللي بعده تعادل مانشستر سيتي 1-1 مع ايفرتون، وفوز مانشستر يونايتد 1-0 على وولفرهامبتون، وخساره توتنهام نتيجه مفاجاه من استون فيلا 2-0، وتعادل تشيلسي مع نوتنجهام فورست 1-1، وفوز ارسنال على برايتون 4-2. ده كان ملخص الجوله 18. الجوله 19 واللي حصل فيها بالتفاصيل. البدايه كانت بخساره ليفربول من برينتفورد 3-1 مع الرأفه، وفوز مانشستر سيتي 1-0 على تشيلسي في ماتش كان قوي جدا، وسجل هدف رياض محرز في الدقيقه 64، وتعادل ارسنال مع نيوكاسل 0-0. الماتش ده كان قوي برضو. فوز مانشستر يونايتد على بورنموث 3-0، وفوز توتنهام 4-0 على كريستال بالاس. ده كان ماتشة قوية جدا وأهم الماتشات. ده كان الدوري الإنجليزي. الدوري الأسباني كانت الجولة ال15 تعادل برشلونة مع اسبانيول 1-1. الماتش ده طرد جوردي ألبا وطرد 4 من اسبانيول، كان ماتش ديربي طبعا اسبانيول وبرشلونة. فوز ريال مدريد على بلد الوليد 2-0 بهدفين لبنزيما في الدقيقة 83 و 89، وفوز أتلتيكو مدريد 1-0 ماتش في لعب اتشي. وكان في كاس ملك اسبانيا، فوز برشلونه 4-3 في الماتش بتاعها، وفوز ريال مدريد 1-0. وده كان ملخص الدوري الاسباني وكاس ملك اسبانيا. كان الدوري الايطالي كان في ماتش مهم، انتر ونابولي، فوز الانتر 1-0. ده كان ملخص كل حاجه. طبعا انت لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات. تابعني على كل السوشيال ميديا في الديسكريبشن. طبعا الفتره الجايه في فيديوهات مهمه جدا، فانت اتاكد ان انت مشترك في القناه. اهم حاجه السبسكرايب، تفعل كل حاجه. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.